فرنسا مصدومة من نتائج الانتخابات في هولندا. أعلن حزب النهضة الفرنسي حزب الرئيس ماكرون عن صدمته من نتائج الانتخابات الهولندية والتي نجم عنها فوز حزب خيرة فيلدرز المتطرف. وفي بيان للحزب الحاكم في فرنسا وصلت نسخة منه إلى موقع فرانس بالعربي، وصف حزب ماكرون حزب فيلدرز الهولندي بالحزب العنصري المتطرف المعادي لأوروبا. وأضاف الحزب الفرنسي بأن وصول فيلدرز إلى السلطة في هولندا يعني وصول صديق مارين لوبين إلى السلطة، وهذه ضربة كبيرة لأوروبا. ومن المعروف عن فيلدرز معاداته الشديدة للمسلمين، وبأنه وعد بإغلاق المؤسسات الإسلامية وعدداً كبيراً من المساجد، بالإضافة إلى عزمه على منع النساء من ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة.